ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة راس السنة، ان شاء الله ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعلى كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو واللي مش بتتفرج كمان على الفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة قوي، تورتة او تارت على البارد، من غير فرن، من غير بيض، من غير بوتاجاز، من غير اي حاجة، بمكونات سهلة تنفع جدا في راس السنة، تكفي العيلة كلها بطريقة سهلة وبسيطة. بس الاول لو انت لسه ما اشتركتوش في القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. ولو اول مره تشوفوني، اهلا وسهلا بيكم في مطبخ روح الفؤاد. احنا النهارده عايزين نعمل التارت البارد. محتاجين فاكهه، اي نوع فاكهه انتوا تختاروه، اي نوع متاح عندكم، وبسكوت ليدي فينجر اللي هو البسكوت ده، بيتباع في السوبر ماركت، مش غالي، سعره مناسب. ومربى، ممكن مربى بلو بيري، ممكن مربى فراولة، ممكن مربى مشمش. أي مربى متاحة عندكم تقدروا تستخدموها. خدت كده 4 معالق وحطيت عليهم حوالي ربع كوباية مية، وبدأت أقلبها لحد ما المربى تفك في المية شوية، تبقى عاملة زي الشربات أو السيرم. استخدمت كمان كريم شانتيه، ممكن نستبدله بكريمة خفق، اللي تختاروه المتاح عندكم تقدروا تستخدموه. كوباية ونص حليب سخنتهم في الميكرويف، مش سخنتهم لدرجة الغليان، لا، خليتهم دافين، يعني يبقى بدرجة حرارة دمع العين، عشان لما احط فيهم البسكوت، البسكوتة تشرب الحليب بسرعة ويبقى كده طرية وتستجيب معايا للطعم بسرعة. نجهز نفسنا بقى للعملية اللي احنا هنقوم بيها. لبست كده الجوانتي وحضرت نفسي ونبتدي. يلا بينا. عندي البايركس بتاعي، طبعا انا ما اقدرش اقول لكم مقادير لان كل واحد عنده الصينيه بتاعته حجمها قد ايه، هو يقدر يقيم على قد الصينيه بتاعته. بحط كده البسكوت في الحليب الدافي اللي احنا عملناه، وبهرصه في الصينيه لحد ما افرش الصينيه بتاعتي كلها. انا العبوه بتاعتي كانت تقريبا 100 جرام، استخدمت 3 عبوات لان البايركس بتاعي كبير، ممكن يكفي لحد 18 او 20 شخص. عشان كده انا بقول لكم انا ما اعرفش البايركس بتاعكم او الصينيه اللي انتوا هتستخدموها قد ايه. فرشت البايركس كله بالطبقة من البسكوت، وبعد كده بدأت أحط عليه السيرم أو السيروب اللي احنا عملناه بالمربى، المربى اللي فكيناها بالمية. هغطي كده البسكوت بالمربى اللي احنا عملناها بطبقة من المربى، هوزعها كده بالمعلقة، وبعد كده هاجي هضرب الكريم شانتيه. كل كيس بنضربه في الكريم شانتيه بيبقى مكتوب عليه كمية الحليب اللي احنا هنستخدمها عليه، ولازم الحليب يكون متلج ساقع جدا عشان يطلع معايا قوام الكريم شانتيه مظبوط. الكيس بتاعي كان مكتوب عليه على كل كيس 80 ملي حليب او ميه ساقعه، وبرضو على حسب بيبقى محلى او لا، يعني ممكن نضيف له سكر وممكن ما نضيفلوش سكر. اللي كان عندي كان جاهز، فبالتالي ضربته وبس. ضربته الأول على سرعة متوسطة، وبعد كده ضربته على سرعة عالية لحد ما خد معايا القوام ده. هحط طبقة كده من الكريم شانتيه فوق البسكوت والمربى، وابتدي أوزعها بالتساوي وافردها فوق البسكوت بسباتولا أو بأي حاجة احنا، أو حتى ظهر معلقة لو ما عندناش سباتولا. بنوزع الكريم شانتيه فوق البسكوت، طبقة كده كويسة تغطي معايا البسكوت كله. وصفة سهلة جدا، بسيطة جدا، أي حد يقدر يعملها، حتى لو أطفال صغيرين يقدروا يعملوها، لأنها مفيش فيها أي حاجة خطر عليهم أو أي حاجة تتعبهم. بحط كده طبقة من الفواكه اللي عندي، أنا استخدمت بلو بيري، تفاح متقطع صغير، الحاجات اللي كانت موجودة أو متاحة بالنسبة لي استخدمتها. من كل حاجة كده حطيت حبة مانجا، كنت عندي مانجا في الفريزر، بريد بيري، كمبوت أناناس، كمبوت خوخ. وبعدين حطيت طبقة تانية من البسكوت برضو، بليته في الحليب ورصيته فوق الفواكه.
نفس المرحلة اللي احنا عملناها بعد ما رصيت البسكوت برضو طبقة كده من المربى. وزي ما قلت لكم الحليب عندي دافي مش سخن، بس دافي اللي هو جسمي او ايدي لما لو لمسته بصباعي اقدر اتحمله، مش لدرجة ان يبقى سخن او لدرجة ان يهري معايا البسكوتة. وحطيت برضو طبقة تانية من الكريم شانتيه، وزعتها كده بالتساوي بالحروف على الصينية. وهبتدي أزين الصينية أو البايركس بتاعي ببقية الفواكه اللي عندي. ده بقى بتاعكم انتوا، عايزين تعملوها ازاي أو عايزين تخلوها ازاي، ده حاجة اختياري ليكم. أنا عملت كده صفوف أو عملت خطوط مربعات على شكل البايركس بالفواكه. زي ما انتوا شايفين سهلة ومخدتش أي وقت. هرص كده الفواكه كلها أغطي بيها الصينية بتاعتي أو البايركس بتاعي، وبعد ما أخلص هحطها في التلاجة من ساعتين لأربع ساعات. يعني مش هتاخد أي وقت خالص علشان الطعم كله يدخل كده جوا بعضه. فعلا طعمها غني جدا، رهيب، بسيطة قوي، ما بتاخدش أي وقت، ما بتاخدش أي مجهود. في ربع ساعة ممكن نخلصها وتبقى جاهزة معانا. ده شكلها بعد ما قطعتها، بطلعها كده من الصينية دايبة، البسكوت دايب في الكريمة مع المربى مع الفواكه، تحسي ان انتي بتاكلي كيكة مش بتاكلي بسكوت. انا عملتها بالليل وقطعتها النهاردة الصبح، بس صدقوني ينفع تقعد في التلاجة حوالي 4 ساعات وتتاكل. طعمها غني قوي، يعني للناس اللي ما بتحبش تعمل حاجات تقف كتير في المطبخ، دي سهلة متاخدش وقت، بسيطة، تقدروا تعملوها بأي نوع فواكه عندكم. كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة عليكم وعلى كل حبايبكم وكل الناس اللي تعرفوهم، وإن شاء الله السنين اللي جاية تبقى أحلى كتير من السنين اللي فاتت. الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، يا رب يعجبكم، أشوفكم في فيديو جاي على خير، وباي باي.